اريد منك تروح للثلاجة وتذب شكو أكلة تحتوي على سكر، تمر، حلويات، عسل، كل شيء يحتوي على سكر، حتى الفواكه اللي تحتوي على سكر تذبها، صح بيها فائدة لكن احنا ما نحتاجها بهذا الاسبوع. وتذب شكو أكل بكربوهيدرات مثل الخبز الأبيض أو الأسمر أو الرز أو البطاطا وغيرها الكثير من الأكلات اللي تحتوي على كربوهيدرات. وتذب المشروبات الغازية حتى إذا كانت دايت، وتذب البقوليات بكل أنواعها، الحمص، العدس وغيرها. والخضروات طبعا الجزر ممنوع، وأي خضروات تحتوي على جذور ممنوعه. هسه تقولون كابتن كل شيء ما بقيت شنو راح ناكل؟ لا بالعكس، سجل يمك المسموح. اللحوم بانواعها، البيضاء والحمراء مسموحه، الاسماك بانواعها مسموحه. قبل ما نتكلم احنا جايين نصلح المعلومه، مش جايين ننتقد الشخص. اول حاجه انت قلت ان انا اقدر اخس من 10 ل 20 كيلو في الشهر. اي واحد يا جماعه دخل مجال التغذيه واتدرس فيه تغذيه الرياضيين هياخد الف ب قاعده عنده ان مستحيل اي حد يخس اكتر من كيلو دهون في الاسبوع. وكمان الشخص اللي هيخس الكيلو ده، الشخص ده هيكون احسن واحد بيحرق نسبة دهون في الجسم، احسن واحد بيحرق واسرع واحد بيحرق. طب انا عملت دايت ورحت عند واحد بتاع تغذية رياضيين وعملت 1 2 3 ومشينا على نظام غذائي وانا حرقي كويس وخسيت 3 كيلو في الاسبوع، ده هيبقى ايه؟ في منهم كيلو دهون وباقي الكيلوهات اللي انت خسيتها دي هتكون نسبة مية، ونسبة المية دي بتبتدي تقل تدريجيا كل اسبوع. يعني اما تاني غلط في الفيديو، انت بتقول لهم هنا امنعوا السكر. على فكرة يا جماعة العقبة مش في اي دايت السكر، انت ليك جرامات سكر تستخدمها في اليوم. في نفس الوقت انت منعت البقوليات ومنعت الخضار، امال هتدخله ايه؟ فالخضار من اهم الحاجات اللي فيها الياف لازم تدخلها له في الدايت. البقوليات والكربوهيدرات لازم تدخلها في الدايت جدا يا جماعه. ما ينفعش اي نظام بيشجعك او اي نظام بيخليك لو كارب ما تستخدموش، وخصوصا لو انت لسه بادئ دايت مش داخل في اللعب بقالك 3 4 سنين وبتعمل دايتات كتير. برضو من ضمن الغلطات اللي قلتها ان الملح ما ينفعش تستخدمه في الدايت. بالعكس، لو ما استخدمتش الملح في الدايت وحافظت على الملح بتاعي هخزن ميه تحت الجلد. اللي عايز يروح يخس ويخس على حساب نسبة العضل اللي عنده يروح ويسمع كلامه، لكن اللي عايز يهتم وينزل نسبة الدهون بس يروح لواحد بتاع تغذية رياضيين. اتمنى تتقبل وجهة نظري، وما تنساش تعمل فولو ولايك عشان تشوف باقي الفيديوهات الجاية. افتكر دايما ان الرياضة فن مش عنا.